ناس كتير جدا لما بتيجي تشتري خمار مبتبقاش عارفه ايه المقاس المناسب ليها. طب اختار 150 بناء على ايه، او اختار 180 عشان ايه؟ طب ما ممكن اجيب ال 150 الاقيه قصير، ممكن اجيب ال 125 الاقيه قصير قوي، او 180 الاقيه طويل عليا. اعرف منين الخمار اللي يناسبني، المقاس اللي يناسبني بالظبط؟ كل الاسئله دي هجاوبكم عليها في الفيديو، كملوا الفيديو للاخر. السلام عليكم، انا ساره. لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. يلا نبدا الفيديو. اول حاجه، ايه هو الخمار الماليزي اصلا؟ يعني ايه خمار ماليزي؟ الخمار الماليزي اللي هو الخمار المربع اللي هو زي كده، ملوش طول ولا عرض، هو كله نفس المقاس اهو، ده كله نفس المقاس. طيب عموما احنا بنتحكم في الطول ازاي؟ بنتحكم في طوله على حسب احنا هنتنيه قد ايه. يعني احنا بنعمله كده كده او كده او كده، بناء على انك هتتنيه قد ايه هيبقى طوله على حسب. هتعملي حته صغيره زي كده هتلاقيه طويل جدا معاكي، هتطولي دي شويه هتلاقيه بدا يقصر، هتعمليه كله كده بالنص مثلا 2 قد بعض هتلاقيه قصر جدا، على حسب انت هتتنيه قد ايه. فانت برضو تتحكمي في الطول من خلال التانيه دي، كل ما هتتني اكتر كل ما هتلاقيه قصر معاكي. طيب هو في منه 3 مقاسات، 125 150 180. امتى اخد ده وامتى اخد ده وامتى اخد ده؟ خلينا متفقين ان في العموم الاشهر والاكتر واكتر مقاس مناسب اللي هو 150. اغلب الاوزان واغلب الاطوال بيناسب معاها ال 150، لان انت زي ما قلت لك فانت هتتحكمي فيه بناء على انك هتتنيه قد ايه. لو انت بتحبي الحاجات الطويله قوي اللي هي بتضايق ايدك ممكن تجيبي ال 180. لو انت بتلبسي المتوسط العادي اللي هو هيبقى مداري برده هيبقى طويل هتجيبي ال 150. فانت مش هتجيبي ال 180 الا لو انت وزنك زياده شويه او طويله زياده شويه. مش هتجيبي ال 125 الا لو انت قصيره ووزنك قليل، بحيث ان هو برضو يداريكي ويبقى طويل عليكي، او لو انت اصلا محجبه مش مختمره ولا منتقبه وعايزه الطرحه تبقى طويله شويه. لكن في العموم ال 150 هيبقى كويس جدا وهيبقى ساتر جدا وهتقدري تتحكمي في طوله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا منه. لو في اي اسئله عن الخمارات، عن النقابات، عن اي حاجه، عن الخامات، عن الاسعار، اي حاجه تخص الحجاب والنقاب عموما ابعتولي وباذن الله هرد عليكم. وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.